أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم فضيلة أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين. حياك الله. نذكر السادة المشاهدين أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. بداية شيخنا، لعلنا نستكمل ما بدأناه في موضوع التعايش والإسلام. دعنا نتحدث اليوم بشكل مفصل وعميق في هذا. قد يقول قائل: أنا مؤمن بديانتي إيمانا تاما، وإيماني هذا لا يجعلني أجد حرجا في عدم التصديق بالديانات الأخرى أو ما إلى ذلك. ما قولكم في هذا شيخنا؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في مسألة شخص يؤمن بشيء ثم يرى أن الأمور الأخرى لا تؤثر أو يراها شيء عادي، هذه مسألة طبعا تحتاج إلى أن نرجع إلى أصل موضوع الدين وماهيته. يعني هل هو الدين هو اجتهاد شخصي؟ هل هو رأي من الآراء يعتنقه الإنسان؟ وكيف أصلا نشأت مسألة الأديان هذه وطبيعتها؟ يعني هذه مسألة مهمة جدا، لأنها ستحدد حقيقة وتحل كثير من الإشكالات التي ربما يمر عليها الإنسان. مسألة الدين لها علاقة مع بداية خلق الإنسان، وهو أن هذا الإنسان عندما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه لغاية محددة، وهذه الغاية هي موضوع الاستخلاف الأرضي. الله عز وجل أراد لابن آدم أن يكون مستخلف في الأرض، فخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرضين وما فيها حتى يكون هذا الإنسان الكائن المكلف على هذه الأرض يقوم بدوره المنوط به، وهو موضوع الاستخلاف. وموضوع الاستخلاف عند التأمل فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى يتفرع إلى أمرين أساسيين، وهما أمر عبادة الله عز وجل وعمران هذه الأرض. نعم. ثم بعد ذلك جاءت قضية الخلق، وإني جاعل في الأرض خليفة، ثم جاءت قضية دخول ابن آدم المؤقت إلى الجنة، ثم خروجه من الجنة إلى الحياة. من هذه اللحظة التي نزل فيها أو هبط فيها آدم وزوجه إلى الأرض، الله عز وجل تعهد لابن آدم بموضوع الدين، نسميه نحن الآن بقضية الدين. موضوع الدين هو ما يلتزم به الإنسان ويدين به. يعني الآن مثلا عندما تقول أنا مدين لفلان، أنت ملتزم له بشيء. نعم. مش كده؟ ملتزم له، واسم الدين نفسه مأخوذ منه. هذا الالتزام هو ليس التزام بين فرد وفرد فقط، لكنه عبارة عن عقد وميثاق وعهد بين الله سبحانه وتعالى وبين هذا الكائن المستخلف. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى آخر الآيات. بعدها جاءت الآية التي تقول: قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا الهدي الإلهي الذي ارتبط من لحظة الخلق هو الذي نسميه دين بالنسبة لنا.
بمعنى هدايات الله سبحانه وتعالى للإنسان، رعاية الله لهذا الإنسان، متابعة الله سبحانه لهذا الإنسان حتى يكون مستقيما مهتديا كما أراد هو، كما أراد هو. إذن الدين هو عبارة عن مجموع مراد الله سبحانه وتعالى الذي يريده من هذا العبد ليكون عبدا مكلفا قائما بالاستخلاف. هذا طبعا الدين الذي نحن نتكلم عنه. نعم. طيب إيش مشكلة الأديان المتعددة والمتباينة والمختلفة وكل واحد طبعا يزعم بأن ما هو عليه هو الحق؟ هذه الإشكاليات سبحان الله لها علاقة. قضية الدين هنا كأنما يمكن أن نقول بأن موضوع الدين هو عبارة عن حاجة ضرورية وملحة جدا للإنسان، لا بد الإجابة عن تساؤلاته. الإنسان محتاج إلى هذه التساؤلات، محتاج إلى تساؤلات الغيب، محتاج إلى تساؤلات المصير، محتاج إلى تساؤلات نقطة البدء، من أين جاء وإلى أين يذهب ولماذا هو عايش في هذه الحياة. هذه التساؤلات الكبرى يحتاج إليها الإنسان، وبالتالي يبحث عن إيه؟ عن ما نسميه نحن بالمعنى، يبحث عن معنى لحياته. يعني الملحد نحى هذه التساؤلات ليعيش بلا معنى. لا تسأله عن إيه؟ عن غاية وجوده، لا تسأله عن مصير ما يؤول إليه، لا تسأله عن إن والله الأحكام التي يجب أن يلتزم بها. بالنسبة له هو خلاص هذا الجانب نحاه، وبالتالي لا يشغل نفسه بهذا الجانب. لكن النفس في داخلها ستظل دائما إيه؟ مؤرقة لهذا الإنسان وهذه التساؤلات، لأن الدين له علاقة بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هنا تأتي قضية إنه خلاص لا بد للإنسان من دين. الدين حاجة ضرورية بالنسبة لإيه؟ للإنسان للإجابة على هذه التساؤلات. نعم. طيب هنا إما أنك والله تجيب على هذه التساؤلات وفق مصدر عليم وخبير وخير، وإما أن تجيب عن هذه التساؤلات من مصدر جاهل ولا علم له وليس بخير، يعني ليس باحثا عن الخير أو منطلقاته خيرة، فتقع في إشكالات. نحن نقول بالنسبة للدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للناس ليكون منجيا لهم عند الله سبحانه وتعالى ومؤدي للرسالة التي خلقوا من أجلها على هذه الأرض، متلقى من الله. يعني ليس اجتهاد بشري ولا هو بحث في الكهوف ولا هو بحث في الآثار، لا، هو عبارة عن أمر متلقى من الله سبحانه وتعالى في شكل كتب ورسالات، لذلك نسميها رسالات الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الرسالات كيف نستطيع أن نقول بأن والله هذه رسالة حق وهذه ليست رسالة حق؟ نعم. لأن هذه مسألة فعلا كل يدعي وصل بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. طيب نحن نقول بالنسبة للديانة الحق، الديانة الحق تقوم على بينات. القرآن الكريم سبحان الله يستخدم مصطلح البينات لكل ما يؤدي إلى ثبات الرسالة. يعني عندنا قضيتين مهمة جدا. القضية الأولى أن الله سبحانه وتعالى ركب في هذا الإنسان الكائن المكلف، أخرجه من دائرة الحيوانية إلى دائرة الإنسانية من خلال العقل، فجعل له العقل الذي يستطيع من خلاله أن يستبيل سبيل الغي وسبيل الرشد، ويتعرف على ما هو ممكن وما هو مستحيل، ويتعرف على هذه القضايا بحيث والله بعقله يستطيع أن يتوصل إلى بعض. هذه أول نقطة واحدة. يعني عندنا هنالك فطرة كامنة في النفس، هنالك عقل مركب في هذا الإنسان، ثم هنالك بينات مصاحبة لكل رسالة. وهذه البينات التي تسمى في علوم القرآن بشكل عام ما يطلق عليه بقضية المعجزات. قضية إيه؟ المعجزات. نعم. لا يمكن للبشرية أن تسلم لشخص بأن والله معه رسالة الله إلا إذا كان معه إيه؟ بينة من البينات. يعني ما ترك الله سبحانه وتعالى رسول من الرسل إلا ومعه ما يثبت أنه إيه؟ أنه صادق. نعم. فإذا لم يكن يمتلك هذه البينة التي تثبت مصداقيته، من حق الناس أن يقولون إيه؟ لا نسلم لك. فإذا هذه التي سماها الله سبحانه وتعالى بينات، وسماها بصائر، وسماها بصيرة، هذه كلها تعتبر إيه؟ ما يتعلق بالجزء الخاص بإثبات الرسالة. في العهود السابقة ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت المعجزات والبينات والبصائر والبصيرة مادية وليست إيه؟ علمية كما هو في القرآن الكريم. نعم. لا نستطيع نذكر أمثلة عليها. مثلا خلينا نبدأ مثلا من صالح عليه السلام، مع أنه البينات لكل رسول ليس لرسول واحد، لكل رسول.
سواء ذكرت بينته أو لم تذكر، لأن الآيات تثبت بأنه ما من رسول إلا وجاء إيه؟ ببينة. لكن هنالك بينات ذكرت وهنالك بينات سكت عنها. يعني مثلا نوح عليه السلام قد تكون حالة الطوفان واحدة من البينات بالنسبة لنا، لكن أكيد له كانت بينات مع قومه. هود عليه السلام له بينة لكنها لم تكن مذكورة اسما، ولكن هنالك آيات تشير إلى أنه جاء ببينة. صالح عليه السلام كان بينته ظاهرة وبينة ومادية، وهي قضية إيه؟ الناقة. الناقة التي تخرج من صخرة ويحلبها كل قوم صالح، يكون لها شرب يوم ولهم أيضا شرب يوم ويستفيدون منها. وهذه حالة غير طبيعية، طبيعة الحال هذه ليست وضعية طبيعية، وبالتالي كانت تثبت لهؤلاء القوم بأن إيه؟ بأنه رسول. هذا. ثم جاء بعد ذلك موسى عليه السلام، نقفز إلى موسى. موسى عليه السلام كانت بيناته 9، ليس بينة واحدة، لكن أعظمهما البينة الأولى بينة العصا، البينة الثانية اليد. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. ومع ذلك في 9 آيات بينات، كانت بينات وآيات مفصلات، يعني كل آية مفصولة عن الآية التي إيه قبلها، القمل والضفادع والجراد وما ذكر في آية الأعراف. إذن موسى عليه السلام أوتي 9 بينات. هنا نقول نحن بينات ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفصولة عن كتبهم، البينات ليست من داخل الكتب. فكانت للرسول نبوته، كل رسول له نبوته وله رسالته وله بينته. البينات مفصولة. طيب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة انتقلت إلى مرحلة جديدة، وهو أن البينات المادية كثير من الناس كفروا بها، كفروا بالبينات المادية، وكل الأقوام تقريبا كانوا على هذا. لكنها في نفس الوقت البشرية أيضا وصلت من التطور ما يجعلها بعد هذا تتعامل مع كتاب مباشر، تبحث من خلال هذا الكتاب الذي ثبت في أوله وسيظل بيناته مستمرة، أن هذه البينات تتكشف لهم شيئا فشيئا عبر المسيرة التاريخية. فجعل الله سبحانه وتعالى كتابنا هذا اللي هو القرآن الكريم يتضمن 3 أشياء. يتضمن بينات النبي صلى الله عليه وسلم، فالبينات في داخله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما. إذن أنت أمام كتاب فيه بينات وفيه نبوءات وفيه رسالة. طبعا الموضوع حقيقة طويل، قضية إيش البينات وإيش الآن بينات. ما يهمنا في هذه الحلقة قضية البينات هي الآيات التي تتعلق بإثبات الرسالة وصدقيتها. جميل. النبوءات لها علاقة بالتنبؤ، سواء كان غيبا ماضيا أو كان غيبا مستقبلا. الرسالة هي القيم والأحكام الشرعية وكذا. فكل رسول له نبوءة وله رسالة وله بينات. فالذي تناقش من خلاله صدق الرسالة من عدمها هي البينات. لذلك الآن كثير من علماء الإعجاز ومن يتكلمون في هذا المجال كلما أظهروا للكافرين بأن والله كثير من الآيات نزلت قبل 1400 سنة، ولكنها تحدثت عن قضايا علمية، وتحدث عن قضايا لها علاقة بعلم الأحياء، وقضايا لها علاقة بعلم البحار، وقضايا لها علاقة بعلم الفلك. ثم ينظر هذا الباحث في أنه والله هذه القضية متى تكلم بها هذا الكاتب؟ تكلم بها هذا الكتاب قبل 1400 سنة. يجزم الآن في واقعنا الحالي، يقول والله هذا يستحيل أولئك القوم في تلك البوادي وفي تلك الصحراء القاحلة أن يتحدثوا عن هذا النوع من العلوم. لماذا؟ لأن هذه العلوم اكتشفت الآن. إذن على ما يدل ذلك إن والله هذا الكتاب ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم من ذاته، ولكن يجب أن ينسب إلى جهة متعالية. هذه الجهة المتعالية جهة عليمة، جهة خبيرة، جهة عارفة بالخلق، وهكذا. إذن هذه مسألة مهمة جدا. يبقى القضية الأخيرة في سؤالك إنه ما دام إنه الإنسان وصل من خلال البينات والتعرف عليها أن هذه رسالة الحق، وأن هذا هو الحق الذي يجب اتباعه، وأن ما عداه باطل أو ما عداه منسوخ يجب أن نتجاوزه، يبقى بعد ذلك وجوب العمل بما توصلت إليه من حق. وجوب العمل بما توصلت إليه من حق. الذي يقول أنا والله توصلت إلى الحق وتعرفت على معالمه وعلى تفاصيله، ولكن والله عندي يستوي هذا الحق الذي وصلت إليه مع شيء آخر، هذا شخص فيه إشكال عقلي.
إنه والله كيف تستطيع أن تساوي بين حق توصلت إليه وخلاص إنه هو من الحقائق. وهنا أنا أفرق طبعا لما أقول كلمة حق، لأنه دلالات الحق نفسها تختلف عن كلمة الرأي. هذه مسألة مهمة جدا، لأن الحق عبارة عن حالة ثبوت موضوعي خارج الذهن الإنساني. فأنا عندما أقول هنالك شمس، هنالك شمس، هذا الشمس هذه لها وجود موضوعي خارج ذهني أم لا؟ نعم. خارج ذهني. نعم. عندما أقول هنالك قمر له وجود بغض النظر. لما أقول هنالك جهنم لها كمؤمن لها وجود إيه؟ موضوعي. طيب لو افترضنا والله داخل هذه الغرفة أنا وأنت اتفقنا على أنه لا شمس، ثم دخل علينا 10 آخرون وقالوا لا شمس، ثم دخل الشعب كله، الشعب التركي، إلى هذه الغرفة وكلنا قلنا لا شمس، هل ينفي وجود الشمس؟ لا. أحسنت. إذن هذه قضية الحق عبارة عن شيء موضوعي خارج الذهن، الذهن فقط يعبر عنه. فنحن عندما نقول الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. عندما نقول نؤمن بالحق، فإنما نؤمن بهذه الذات المنفصلة عن أذهاننا ولا يؤثر فيها شهادتنا نحن. سيظل الله هو الله الحق المبين الكبير المتعال، آمنا به أو لم نؤمن إيه؟ أو لم نؤمن به. إذن هنا لما نقول إنه والله أنت الآن فرقت بين أمرين، بين الحقائق وبين الآراء. فرق لي بين الأمرين. هنالك حقائق لها حضور في الذهن وهنالك آراء. الآراء قد تكون ظنية، لاحظت؟ الآراء قد تكون إيه؟ ظنية. لكن مثلا كون هنالك وقع حادث في المنطقة الفلانية وتوفي فيه شخص، هذا الحادث من حيث أنه والله وقع حادث، هذا حقيقة موضوعية. نعم. مش كده؟ لكن تبدأ بعد ذلك أنت في التحليل وفي الآراء، لماذا وقع هذا الحادث وكيف حدث، هل هو مؤامرة أو ليست مؤامرة. تبقى هذه كلها إيه؟ آراء لا علاقة لها بالحقيقة. نعم. الحقيقة هذه شيء موضوعي. طيب. طيب. إذا فرقنا ذلك، نعم. فإذا نحن إذا وصلنا أن هنالك حقائق أيا كانت، حقائق غيبية أو كانت حقائق إنسانية أو كانت حقائق طبيعية تم اكتشافها بشكل وشكلت حقيقة، التسليم بها لا يقبل إيه؟ لا يقبل التشكك. فأنت إما أن تقول والله أنك على الحق، وإما أن لا تظن أنك على. لما الله سبحانه وتعالى قال لرسوله وقل الحق من ربكم، والحق دائما الحقائق الغيبية من الله سبحانه وتعالى، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيضا إنك على وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم إنك على الحق المبين. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله والله أنت بلغ وبين وأدعو وتحرك. لماذا يا ربي؟ لأنك أنت على الحق. فما دمت أنك على الحق، ادعو إلى هذا الحق وتبنى هذا الحق واسعى إلى تمكين هذا الحق. وبالتالي الذي يقول والله يا أخي أنا يستوي عندي، أنا أعرف أني على الدين الحق أو كذا، ولكن يستوي عندي الآخر هذا واحد من اثنين. لأنه هنا بالذات في قضية الحقائق لا تتعدد. الاجتهادات التي ذكرتها في قضايا الرأي قد تتعدد. لذلك بعض الناس للأسف الشديد في ظل مفهوم النسبية الذي ساد في عالمنا المعاصر، طبعا الغرب الآن تبنى مفهوم النسبية بشكل كبير، صارت عنده كل الحقائق نسبية. نحن بالنسبة لنا لا، هنالك حقائق ليست نسبية. ما دام سلمنا أن هي حقيقة، ليست الحقائق نسبية، الحقائق مطلقة بطبيعتها، لكن ربما كيفية فهمنا لها إدراكنا لها ممكن يتحول، لكن حق بذاتها ليست نسبية. فبالتالي هذا الشخص يطالب في حقيقة الأمر بأن يكون منحازا إلى الحق الذي اكتشفه أو عرفه أو تعلمه ويستمسك به ويرى ما عداه باطلا. هذه طبيعة إيه؟ طبيعة الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب ماذا لو قال شخص لماذا استحق من كانوا قبلنا من جاء إليهم الرسل أن يروا المعجزات ولم نستحقها؟ ليش ما نشوف معجزات الآن؟ أحسنت. هذه طبعا واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا، وهو أنا يمكن مررت عليها سريعا، وهو أن السابقين في العهود السابقة كانت تأتيهم البينات المادية. حكمة الله اقتضت في الرسالة الأخيرة البينات المادية تنتهي، لأنه بطبيعتها عمرها قصير. يعني الآن هل في حد يقول والله هذه عصا موسى أو هذه يد موسى؟ كل البينات التي جاءت لموسى، الحكمة في الرسالة الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنا سأتيها. نعم. هنا نلاحظ البينات انتهت مع الرسول،
الناقة انتهت معا. عيسى عليه السلام بيناته أنه كان والله يحيي الموتى ويطبب المرضى، أنه كان عنده بينات طبية، كلها انتهت مع من؟ انتهت معه. لماذا؟ لطبيعة الرسالة. طبيعة الرسالة مؤقتة، طبيعة الرسالة محدودة الزمان، طبيعة الرسالة أيضا محدودة الأقوام، ما كانت رسائل عالمية. بالنسبة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عندنا فيها نوعين من البينات. هنالك البينات التي رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، وأعظمها وإلى اليوم مستمرة وجود الكتاب الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به العرب. وهنا العرب كان أبلغ ما عندهم أو أفضل ما عندهم مما يقدمونه البيان والفصاحة، فجاء القرآن الكريم ليتحداهم ببيانه وفصاحته وبلاغته. تصور العرب بكليتهم إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد منهم جاء ليقول والله هذا القرآن الذي جاء به محمد فيه خطأ لغوي، فيه خطأ نحوي، فيه كذا، لم يستطيع. فيه خطأ في السياق، فيه خطأ في تركيبة الجمل، لا أحد استطاع أن يطعن في إيه؟ في القرآن الكريم. هذا من حيث البيان والفصاحة. طيب، هنالك كانت بينات مادية للنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها الناس، كانفلاق القمر وكالماء الذي كان يجري من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكالطعام الذي مثلا كانت هنالك كثير من الأشياء التي الصحابة يرونها رأي إيه؟ رأي العين، لكنها هذه الإشكالية في البينات المادية نقلت إلينا نقلا لم نشاهدها، لم نحضرها نحن، لكن ستظل معنا إيه؟ كبينات موجودة مقررة وثابتة، وبالتالي نسلم بها وأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترد دائما في أبواب إيه؟ في أبواب النبوءات وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات. لكن هل والله انتهت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نقول والله خلاص كانت معجزاته الخطابة والبلاغة والفصاحة التي جاء؟ طيب، إذا كان البلاغة والفصاحة لها علاقة بشكل التركيبة الجملي، تركيبة الجملة في القرآن الكريم، طيب ما هي المعجز في مضمون هذا الكتاب؟ هنا تأتي إن والله القرآن يتكشف أو تتكشف معجزاته وبيناته مع تزايد المعرفة الإنسانية. سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه آيات إيه؟ آيات الإعجاز. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآن هل الآن هنالك إعجاز علمي تكشف في 100 سنة الماضية أم لا؟ نعم. هنالك ستتكشف لك أشياء كثير من الناس إلى الآن ربما لم يحيطوا بها علما، كما هو الآن الاكتشافات الرقمية في القرآن الكريم. بعضهم لا زال يقول والله لا ندخلها في الإعجاز، نتعامل معها كلطائف وكذا، لكن فيها أشياء غريبة جدا. كلما دخلت الأمة إلى عصر من العصور اللي تعتبر مثلا عصر النهضة العلمية اللي كان فيه الأحياء والفيزياء والكيمياء وكذا، ظهرت فيه أشياء هائلة جدا في القرآن الكريم. دخلنا الآن العصر الرقمي، ستتكشف أشياء هائلة جدا أيضا في هذا العصر الذي سندخل إليه، وستأتي أقوام من بعدنا تتكشف لهم أيضا أشياء، وهذه لن تتوقف، ستكون مستمرة. وبالتالي ما دام أن بينات القرآن متضمنة في داخله لن تنتهي بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب بس هذه قد تكون إعجاز يعني، وليست معجزات، يعني أشياء خارج نطاق الطبيعة مثل عصا موسى أو نعم هي إعجاز بمعنى، هو الإعجاز إيش؟ بمعنى أن العقل في لحظته يشعر بأن هذا الوضع غير طبيعي. نعم، غير طبيعي. هذه الأشياء من معجزات، لما لا يراها الإنسان إلى الآن؟ ليش هي مؤقتة؟ لا، هي إلى الآن قصدك المادية. نعم. المادية الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته بعد أن بدأ الناس يكفرون بالأشياء، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. طيب، التكذيب في الحالات المادية اللي كان والله كانت تأتيهم الناقة، كان يأتيهم الرسول ويفعل أمامهم يحيي الموتى ويفعل الأفاعي، ومع ذلك لا يصدقون. يعني مثلا موسى عليه السلام قضية البقرة في بني إسرائيل، نعم. مع ذلك شوف أنت كيف أن الرسول يكلمهم بأمور وهم يجادلون وهم يدورون حول الأمر إلى أن قالوا الآن جئت بالحق. نعم. فهي يعني كانت على كل مشكلة الإنسان في أنه والله القضايا المادية لم تكن مجدية بالنسبة له، فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه الآن البشرية عموما في ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نقول بأن البشرية دخلت فيما يتعلق بالعلوم والمعارف والاكتشافات وكذا، ونحن ذاهبون على كل في هذا. فتضمن الكتاب كثير من الأشياء التي لها علاقة بهذا النوع من التحدي اللي هو القضايا العلمية وإعمال العقول وكذا.
نعم. جميل. طيب، اختلاف الأديان عند البشر، ما الحكم في رجل عرف عن الإسلام ولكنه مؤمن إيمانا تاما بديانة أخرى يعتنقها، يهودي مثلا أو مسيحي أو ما إلى ذلك؟ نعم. هو طبعا نحن أول نقول بأنه ليست هنالك أديان ولكن هنالك شرائع. نعم. الصحيح أن نقول بأنه الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. لكن ما الذي يحصل في هذا الدين؟ يعني نوح عليه السلام جاء بالإسلام، هود جاء بالإسلام، صالح جاء بالإسلام، شعيب جاء بالإسلام، موسى جاء بالإسلام، عيسى جاء بالإسلام، محمد عليه الصلاة والسلام جاء إيه؟ بالإسلام. جميعا كلهم جاءوا بدين واحد وهو إيه؟ وهو الإسلام. أصل هذا الدين الذي جاء به الرسل جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طب معلش مبدئيا كذا، ما الفرق بين الدين والتشريع أو الشرع؟ أحسنت. الدين له علاقة بقضية العقائد والثوابت الغيبية، والتشريعات لها علاقة بالأحكام. فالدين في أصله ثابت، وهو أن الله واحد لا شريك له. كل الرسل جاءوا ليقولوا، قال نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، صالح اعبدوا الله ما لكم من إله، محمد عليه الصلاة والسلام اعبدوا الله ما لكم من إله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فأصل الدين واحد. يعني قضية أنه جميعا جاءوا بالإيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالرسل، إيمان بالكتب، هذه مسألة إيه؟ مسألة متفق عليه بين الجميع. نعم. أين يختلفون؟ يختلفون في أمرين أساسيين، يختلفون فيما نسميه بالمنهاج والشريعة. كل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فالتشريع والمنهاج يختلف فيه. التشريع هو الأحكام العملية، سواء كان في العبادات أو كانت في المعاملات. جميل. المنهاج له علاقة بطريقة حركة الدعوة وسيرها وصيرورتها من حالة الاستضعاف إلى حالة التمكين، من هجرة، من دعوة، من جهاد، من كذا، هذا لها علاقة بالمنهج. ولذلك كل رسول له على كل وضعيته وطريقته في قضية المنهاج، وله كذلك فيما يتعلق بالتشريع أيضا له خصوصيات. قد يسأل سائل لماذا هذه المسألة؟ نقول بأنه مثلا نوح عليه السلام جاء بعد آدم مباشرة، وكانت الحياة بسيطة والتعقيدات بسيطة، لم تكن هنالك مجتمعات وشعوب وعمارات وقصور وقصص هذه كلها، ولم تكن حتى دول. منطقة الدولة نفسه لم يكن هنالك، عبارة عن أسر. وكان آدم عليه السلام وزوجه حواء ينجبون ثم يتزاوجون من خلال هذا التكاثر، ويتجنبوا مثلا في الزواج انه كان اذا انجبت كانت تنجب مثلا ولد وبنت او كذا، ثم ينظر الى انه والله في حالة التزاوج ينظر الى الاختلاف. هذه الان في شريعتنا هذه ممنوعة، مشكلة لانه اخته في النهاية، لكن هذه بداية البشرية. ففي هذه اللحظة لم يكن التحريم بين تحريم الأخوات، لحظة آدم عليه السلام. تطور الوضع إلى أن جاء نوح عليه السلام. لما جاء نوح عليه السلام كان آدم عليه السلام مع العهد المباشر مع الله، أخذ رسالته وتعاليمه مع الله، وكان يعلمها إيه؟ أبناءه وذريته. مع مرور الوقت حصل التغير، فنسي الناس العهد ونسوا الميثاق مع الله سبحانه وتعالى، فأشركوا بالله عز وجل. هذا الإشراك بالله سبحانه وتعالى جعل نوح عليه السلام ينطلق من التوحيد، ولكن كان عنده مشكلة، وهي التعلق بالأشخاص الذين تقدسهم يعني صالحين تحديدا، أولياء والصالحين، وتعلق الناس به. فجاء نوح عليه السلام ليقول للناس والله اعبدوا الله واتركوا هذه الأوثان، اتركوا ود وسواع ويقوث وناس هذه المجموعة، اتركوها، اعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده. لكن من حيث الأحكام ومن حيث منظومات القيم يقال بأنه تشريعته كانت بسيطة، توحيد وتوبة واستغفار وبر الوالدين. ما كان عنده أحكام كثير. ليش ما عنده أحكام كثير؟ لأنه والله طبيعة الحياة هكذا، كانت الحياة بسيطة ما في إشكالات. نعم. لما جاء هود عليه السلام، من هنا القرآن الكريم يتكلم عن الانتقال من حالة الأرض السائبة إلى حالة الأرض المحجورة. فمن عهد هود عليه السلام القرآن يحدثنا عن إنه الناس بدأت تعمل حيازات الأرض، بدأت تعمل إيه؟ عملية الحيازة. فلما تنشأ عملية الحيازة حتنشأ معها عملية إيه؟ عملية العمران وعملية الزراعة. فدخلنا ما بعد نوح عليه السلام في قضية الزراعة، ودخلنا كذلك معه في مسألة إيه؟ مسألة مع هود عليه السلام دخلنا في الزراعة، ودخلنا في العمران والبناء والقصص هذه، ستكون لها أحكام. دخلنا مع هود عليه السلام في قضية الطغيان البشري، لأن الإنسان كلما ازداد علما وازداد قوة ازدادت عنده أيضا عملية الطغيان ما لم يهذبه الدين.
فجاء القرآن الكريم ليقول لهم والله يا هذا الاستكبار والعلو في الأرض اتركوه. ولكن في نفس الوقت عالج لهم مشكلة إيه؟ قضية الحيازات الأرضية وأن الناس بدأوا يتحكمون في الأرض ويزرعون وهكذا. ثم توسعت الأحكام. ثم جاءت بعد ذلك جاء شيء آخر. إلى هذه اللحظة القرآن لم يتكلم عن التجارة، لا في عهد نوح ولا في عهد هود ولا في عهد صالح. جاء ليتكلم عن التجارة وأحكام الاقتصاد والتطفيف في الكيل والميزان مع من؟ مع شعيب عليه السلام. فبدأت تظهر عندنا أحكام متعلقة الآن. هنا قلنا أحكام بالأرض، وفيها أيضا سبحان الله من الآيات الملفتة تأليف الأنعام، ما تلقاها مع نوح ولا مع آدم. هذا التأليف أيضا جاء في مرحلة إيه؟ مرحلة لاحقة. ثم جاء شعيب يتكلم عن الاقتصاد، وهكذا إلى أن جاءت الظاهرة الاجتماعية الخطيرة جدا، وهو ميول الرجال إلى الرجال والنساء إلى النساء، مع اللي هي الظاهرة الأخلاقية اللواط مع هود مع لوط عليه السلام. فالشاهد هنا باختصار شديد حتى لا نطيل أن كل رسول من هؤلاء الرسل كان مع حركة الإنسان وتطور الحالة البشرية تظهر حالة اجتماعية، تظهر حالة مرضية، تظهر حالة من الإشكالات، يسعى الرسول من خلال الرسالة المنزلة من الله لمعالجة هذه الإشكالات. جميل. لكن كلهم سبحان الله يعالجونها عبر شيء واحد، إنه والله اعترفوا بالله وأنه صاحب الحق وصاحب الأمر وهو الملك وله رسالة ويجب أن تدينوا له بالإسلام، فيعالج المشكلة من خلال ذلك. جميل. للحديث بقية شيخنا الفاصل، بعد فاصل قصير فابقوا معنا. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية.
عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير، استكمالا لما بدأناه شيخنا الفاضل. كنا نتكلم عن تدرج التشريع والأحكام مع الأنبياء. تفضل. نعم. فمسألة التدرج في الأحكام، يعني ذكرت أن الحياة كانت بسيطة والمجتمعات كانت عادية، انتقلت الناس من الأسرة المحدودة إلى التوسع، إلى وجود قبائل، إلى وجود شعوب، تطورت على كل، إلى أن وصلنا في عهد موسى عليه السلام أن هنالك كيانات يمكن أن نعبر عنها بأنها دول وسلطات حاكمة، خاصة في مصر. فجاءت مثلا فكرة التعامل معها، الآن لم تكن قضية مجموعة قبلية فيكون الحديث فقط بها قوم يعني في نطاق محدود، ولكن جاء الخطاب لبني إسرائيل وهم في ظل حالة استضعاف من قبل نظام سياسي ظالم وهو النظام الفرعوني. فجاء موسى عليه السلام، هنا دخلنا في مسألة المدافعة، أيا كانت المدافعة في صورتها السلمية أو المدافعة في صورتها العنيفة. يعني مثلا تشريع الجهاد جاء مع بني إسرائيل، لم يكن هنالك جهاد ما قبل بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الواقع ما قبل بني إسرائيل كانت الرسالة تقوم على فكرة إنه والله الرسول يدعو ويصل مع قومه إلى النهايات، فإذا وصل إلى مرحلة أنه خلاص لا سبيل إلى الإيمان بعد ذلك ينزل عليهم العذاب من الله سبحانه وتعالى، وكانت السماء كما يقال تتدخل بشكل مباشر. لما جئنا إلى حالة بني إسرائيل هنا حصلت على كل منطقة التعامل مع الدولة ومنطقة الأحكام كذلك للدولة وترتيب السلوك البشري. ومن هذه الناحية ستلاحظ بأنه مثلا من فترة يوسف عليه السلام دخل بنو إسرائيل في الدولة وكانوا شركاء فيها. يعني يوسف عليه السلام من أوائل من أدخل بني إسرائيل إلى حالة التعامل مع وضع دولة. نعم. ثم تدرجوا بعد ذلك، ثم أراد الله لهم أن يذهبوا إلى الأرض المقدسة، وهكذا على كل قامت لهم بعد ذلك دول إلى أن وصلوا إلى قمة دولتهم من خلال قيادة الرسل. وهنا طبعا بنو إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنهم كانت تسوسهم الأنبياء، وسياسة الأنبياء معنى ذلك أنه التعامل مع الواقع البشري وفق الأحكام المنزلة مباشرة للنبي ليقضي بين الناس، ما كانت فيها اجتهادات، وبالتالي لم يكن الناس أيضا يختارون من يحكمهم، بل كانت السماء تتدخل حتى في اختيار من يقود الناس. فمثلا بني إسرائيل لما أرادوا أن يقاتلوا، الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في سورة البقرة إن الله بعث في قصة طالوت. قصة طالوت، لاحظ بأنهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل، فصاروا ينتظرون تعيين الملك من عبر نبيهم، يريدون قائدا عسكريا عبر فكان الاختيار من السماء ليس من الأرض. يعني ما قال الله لهم ابحثوا من بينكم من يقودكم، لا، إن الله اصطفى طالوت ملكا، الله اصطفى لكم طالوت ملكا، فاصطفى الله سبحانه وتعالى وجعله قائدا عنه. فالشاهد هنا دخلنا الآن في مرحلة ونظام جديد مختلف تماما عما قبل إبراهيم عليه السلام. وغالبا في دراسة الأديان ستلاحظ بأن إبراهيم عليه السلام كان نقطة فاصلة في حركة الأديان ما بين مرحلة الانتقال إلى الأنظمة والدولة والسلطة والحكم وما بين وضع سابق عن هذه الحالة. فعلى كل هذه الحنيفية التي كانت سياسيا يعني نقطة تحول، سياسيا نقطة تحول بطبيعة الحال. فصار هنا الدخول في الحكم، الدخول في الملك، الدخول في إدارة البشر، إقامة السلطة، إلى أن وصلت على كل البشرية في سلطانها الإيماني إلى سليمان عليه السلام. كانت هذه طبعا، وسليمان كان ملكه من نوع شنو؟ ملكه ما أوتيه أحد من العالمين، يعني سخر الله له الريح وسخر له الجن وسخر أشياء كثيرة جدا. فملك سليمان على كل ملك من نوع خاص. إذا أنت مع هذا التطور لاحظ من أين بدأنا الآن، من قصة نوح عليه السلام بشكل بسيط وأحكام بسيطة، لكن دخلنا الآن في موضوع التوحيد وبر الوالدين ونفي الاستكبار في الأرض وموضوع الاقتصاد وتحريم الفواحش والإصلاح السياسي من خلال موسى والإصلاح الاقتصادي من خلال يوسف عليه السلام. إذا فتحت لك كل نوافذ ما تحتاجه أنت في الحركة الإنسانية. وبالتالي الحكمة في أنه الله يتدرج كان عبارة عن وضع طبيعي مع الإنسان في حياته البسيطة، إلى أن دخلنا في مرحلة التعقيد، وإلى أن دخلنا من حالة القبائل العادية والأمور البسيطة إلى مرحلة إدارة
الدول وإدارة الشأن العام. كل ذلك بطبيعة الحال لما جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة الخاتمة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيرت مجريات الحالة الدينية تماما. مثلا انتقلت من الحالة المحدودة بيا قوم، الحالة القومية، إلى الحالة الإنسانية يا أيها الناس. فتلاحظ القرآن الكريم بدايته في سورة البقرة أول نداء في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم. معظم الرسل السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم يا قوم، فهم يناشدون قومه ويخاطبون قوم. فانتقل بهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخطاب القومي إلى الخطاب العالمي الإنساني، وانتقل بهم من الإطار المكاني إنه والله مكان محدود ونطاق محدود ومكان يعني دائرة الجغرافيا محدودة إلى نطاق عالمي، إني رسول الله إليكم كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهكذا. فالشاهد هنا انتقلنا من حالة محدودة إلى حالة غير محدودة. هل والله طبيعة الرسالة هنا التي ستكون ممتدة عبر الزمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هل ستكون فقط في أحكامها ودلالاتها ومعالجاتها فقط والله ستعالج الواقع الذي نزلت فيه قبل 1400 سنة، أم أنها ستكون قابلة وصالحة عبر عبر الزمن؟ جاء القرآن الكريم ليقول الله هذا القرآن يصلح للبشرية إلى قيام الساعة. طيب كيف يصلح إلى قيام الساعة؟ بتضمنه لأمرين من الأحكام. الأمر الأول هو الأحكام العقائدية والأحكام التعبدية الثابتة اللي ما قابلة لحركة ما قابلة للتطور مع حركة الإنسان. يعني كون الله واحد وهنالك ملائكة وهنالك جنة وهنالك نار، الغيبيات هذه ثابتة لا تتغير. العبادات هنالك عبادات ثابتة ويقوم عليها أصل الدين، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه الأركان الأركان الخمسة. طيب هذه ثابتة تشكل المنظومة الثابتة. طيب في قضايا الأخلاق والقيم يقول لك والله هنالك منظومة القيم الثابتة اللي هي في الوصايا العشر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، التي يعبر عنها القرآن الكريم بالصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما. فيها ستجد قضية بر الوالدين ومنع قتل النفوس ومنع قتل الأبناء وترك الفواحش وترك الزنا وغيره، ثم ترك عدم التطفيف في المكاييل والموازين، ثم عدم قول الزور في الشهادات، ثم رعاية العهود والمواثيق، هذه 9. ثم يقول لك أن هذا صراطي مستقيما. هذه المحرمات ثابتة لا يمكن أن تتغير. ثم هنالك جانب الأخلاق. أخلاق عندنا أيضا ثابتة ما خاضعة لحركة الزمن. يعني لاحظ الآن الغرب للأسف الشديد ومنذ أن نحى الدين ونحى الأخلاق عن قيمه ليس عنده شيء ثابت. فمثلا قبل 100 سنة كان الرجل الذي يأتي للرجل يقتل، عندهم كان يقتل، ثم بعد فترة صار يسجن سجنا مؤبدا، ثم بعد فترة صار يدفع غرامة، ثم الآن هم يتبنون المثلية ليجعلوا العالم مكرها ومجبرا يجب أن يتبنى هذا المشروع. بالنسبة لنا هذه القضية مش واردة. يعني بالنسبة لنا في قضايا ثابتة محرمات لا تقبل لا تقبل النقاش. فعندك مساحة كبيرة جدا مما تشكل الثبات والمحافظة في المجتمعات، وهنالك مساحات الإبداع والتجديد فيما يتعلق بكثير من المعاملات التي أوجدت الشريعة طريقة المنهجية الصحيحة لمعالجاتها، وخاصة ما يتعلق بأبواب المعاملات التجارية. الآن حركة الفقه لم تتوقف، في كل يعني شيء جديد يأتي. جاءت البورصات، المجامع الفقهية قالت فيها كلام، جاءت كل التطورات اللي حاصلة، كذلك في النظم السياسية، في النظم التعليمية، كل المستجدات هنالك إطار كلي تحدد من خلاله مسألة الصواب والخطأ. ولكن في نهاية المطاف أنت ما بين ثوابت تركز على الإنسان في ألا يكون مضطربا مهتزا فاقد للمعنى، وما بين أيضا مواكبة لحركة الحياة. فكل ما يتعلق بديناميكيات الحياة المستجدة أيضا الشريعة أوجدت لك معالجة، فجمعت لك ما بين الأصالة كما يقولون وما بين المعاصرة اللي تحتاج إلى التجديد والمداومة. دعنا نرجع إلى سؤال الحكم في رجل عرف الإسلام وآمن بديانة غيره. هذا الذي عرف الإسلام ولكنه ظل على ديانته، هذا قامت عليه الحجة، ولكن قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى إذا حقيقة قرأ واطلع وعرف أن هذا هو الحق. هو قد يكون مؤمن إيمانا تاما أن ديانته هي الحق. لا،
أي مؤمن ده. طيب إذن هو لم يؤمن به هنا ولكنه علم. نفرق بين العلم والإيمان. هو يعلم الإسلام ولكنه لا يؤمن به. نعم. لأن الإيمان هو زائد عن العلم، والإيمان كذلك زائد عن التصديق. يعني لو أنه علم وصدق لم يدخل في الإسلام حتى يقر ويشهد بأن ما هو عليه هو إيه؟ الإسلام هو إيه؟ تصديق وإقرار وقول. تصديق وإقرار شنو؟ وقول ثم عمل. فإذا كان والله اكتفى بالتصديق فقط، مثلا عندك الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل خطابه إلى هرقل، هرقل أدرك تماما بأن هذه الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه رسول، ولكن لما عرضها على قومه رأى بأنه سيسقطوه من الملك، فآثر الملك على إيه؟ على الإسلام. تصديقه ما نفعه. فرعون في اللحظات الأخيرة كان مصدق، وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلما وعلوا. فالذي يمتنع عن الحق بعد معرفته هذا قامت عليه الحجة. لكن شخص والله يا أخي بس اطلع على الإسلام وعرف أحكامه كالمستشرقين، يعرفون أحيانا الأحكام أكثر من إيه؟ ولذلك كان يعجبني الشيخ الحويني عليه نسأل الله يحفظه، كان يقول بأني تعلمت من الشيخ الألباني علم السنة ثم تعلمت منه حب السنة. جميل. ففرق بين انك انت تتعامل بمصطلح الحديث وممكن تكون فيه خبير ولكنك كافر، مع علم الحديث واصول الفقه هي علوم ايه؟ علوم آلة. زي ما انت يمكن ان تعرف اللغة العربية بقواعدها وضوابطها وتفوق فيها اهلها، مش كده؟ يمكن ان تتعلم ايضا علوم السنة ومصطلحاتها والرجال والجرح والتعديل وكذا، ولكن لا علاقة لك ايه؟ بالسنة. فرق كبير جدا. وبالتالي هذا الذي تعلم الإسلام ولم يقر به ولا زال على وضعه هذا على حكمه. لكن إذا استطاع من خلال هذا العلم، طبعا هنا بلا شك هذا العلم الذي تعلمه سيسأل عنه، أوصله إلى قناعة ما أوصل إلى أنه هو أفضل من إيه؟ أو حاله سيكون أفضل من الشخص الذي يجهل الإسلام تماما. ذا قد يجد حجة عند الله، يا ربي ما سمعت بالإسلام ولا رأيت مسلم ولا دعاني أحد، هذا أمره إلى الله ما نعرف عنه شيء. لكن الذي وصلته الرسالة وبلغته الحجة ومع ذلك لم يتعامل معها بشكل جاد، هذا وضعه بلا شك خطر أسوأ من الآخر. الذي وصلته الرسالة وعلم أنه الحق ومع ذلك عمل ضدها، هذا يدخل في الإباء والتكذيب، كن دخل فيه بالتكذيب والرفض وكذا. نعم. جميل. قبل نهاية الحلقة، نحن في نهاية السنة ويكثر في هذه الأيام احتفالات الكريسماس وما إلى ذلك، نصيحة توجهها أو حكمها أيضا، حكم الاحتفال بها؟ على كل موضوع الحكم، حكم الأعياد هذه للأسف الشديد كل سنة طبعا نحن نعود، الناس المسلمين سبحان الله يعودون إلى ذات الكرة، وتعود المجامع إلى نفس الإشكال، والعلماء ما بين مبيح وما بين مانع وحاظر وكذا. لكن خلينا نقول بأن والله في بعض المحطات الإسلام خاصة في المراحل التي تذوب فيها معالمه وتختفي فيها حيثياته الجوهرية التي يتميز فيها المسلم بدينه وعقيدته، وهنا أنت تكون بحاجة إلى تفصيل الإيمان بشكل دقيق وإلى اجتناب الجاهلية بكل أصنافها بشكل دقيق. للأسف الشديد بعض الناس يتصور وكأنما الإسلام له سلطانه وحكمه ونفوذه وقوته، أشبه ما يكون بأن والله لما تكون الحضارة غالبة لا يخشى عليها، لكن لما تكون الحضارة منكفئة والحضارة ذائبة والحضارة مهددة، هنا للأسف الشديد الإشكاليات في الفتوى تدخلنا في هذه المتاهة. فبعض الناس يتصور وكأنه والله الإسلام ما شاء الله ظاهر على الإيه؟ أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وبالتالي لا نخشى، يمكن أن نتزوج، يمكن من النصارى وغيره. جاءت الأحكام، لاحظ أحكام الزواج من النصارى جاءت في أي لحظة؟ جاءت في لحظات التمكين والدولة قائمة والسلطان قائم للنبي صلى الله عليه وسلم. فعموما نحن الذي ننصح به المسلمين إن شاء الله أهمية التمايز العقدي، هذه النقطة المهمة، أهمية التمايز العقدي، أن المسلم عليه أن يكون حريصا في أن أي محاولة للتشبه بالكافرين أو الفرح بأعيادهم أو المشاركة لهم في أمر له علاقة بشعائرهم الدينية الخاصة، فإن ذلك الابتعاد عنه أولى وأفضل. لكن هنالك جزئية بسيطة جدا، وهو بعض الناس يقول لك والله يا أخي هذا النصراني جاءني في يوم العيد وأهدى إلي هدية. هنا فرق كبير بين أن المسلم الذي يهدي الهدية، وهذه مسألة فقهية ربما تكون دقيقة، وبين أن والله المسلم يتقبل إيه؟ يتقبل الهدية. نعم. فيجوز للمسلم أن يتقبل الهدايا من جيرانه ومن الناس الذين حوله من أهل الكتاب،
بشرط واحد، ألا تكون في صفتها وهيئتها لها علاقة بالطابع الديني. يعني يمكن يجيك بحلاوة، يجيك بموز، يجيك بفواكه، يجيك بأشياء يمكن أن تتقبلها، فقط يجتنب ما ذبح لهذا العيد. والله أعلم. شاكرين لكم شيخنا. شكر موصول لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نكرر ونجدد الشكر بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شاكرين لك هذا الطرح وهذا الحضور. الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا. حياكم الله. الدين يسر والشريعة سمحة والأمر شورى والحقوق قضاء. انتظرونا في حلقات قادمة، نلقاكم على خير. طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ha ha ha